أهلا بيكم في تالت يوم من أيام الرحمة. عارفين إيه اللي دايما بيدمر أجمل العلاقات في حياتنا؟ هو إنك تكون دقيق في كل شيء، إننا نقف لبعض دايما على الكلمة ونحاسب بعض على النظرة ونفتش ورا بعض على كل هفوة. النهاردة جايين نتعلم فن الأذكياء، وهو فن التغافل. يعني إنك تشوف الخطأ وتعمل نفسك مش واخد بالك، بس عشان المركب يمشي وعشان تحافظ على حبايبك. الإمام أحمد بن حنبل كان بيقول جملة عظيمة قوي، قال إن 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. يعني تخيل إن 90% من أخلاقك الحلوة هي إنك تعدي وتفوت. وربنا سبحانه وتعالى وصف لنا موقف لسيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف، لما اخواته غلطوا فيه وهو قدامهم وما كانوش يعرفوا إن هو، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. رد فعل سيدنا يوسف كان إيه؟ الآية بتقول: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هو ده التغافل، إنه سمع الإساءة وعلى الرغم من إن هو قادر يرد، إلا إنه اختار يبلعها في نفسه وما يكسرهمش ولا يواجههم في لحظة ضعفهم. خلونا نفتكر قصة العالم الجليل حاتم الأصم. سمي بالأصم، يعني اللي مش بيسمع، ولكن هنا السبب كان غريب جدا ومؤثر. جاتله ست في مسألة فخرج منها صوت محرج غصب عنها. الست اتكسفت جدا وتغير لونها، فحاتم عمل ايه؟ خاف جدا على مشاعرها وعمل نفسه مش سامع، وقال لها بصوت عالي: يا أمة الله، ارفعي صوتك فإني لا أسمع. فضلت الست تكلمه وهو يحسسها انه مش سامع ومحتاج انها تعلي صوتها، لحد ما الست ارتاحت جدا وقالت: الحمد لله، ده ما سمعش الصوت اللي خرج مني. وفضل يمثل انه مش بيسمع سنين طويلة لحد ما الست دي ماتت، عشان ما تعرفش انه كان واخد باله. ده مش ضعف، ده جبر خواطر في اعلى صوره. رسالتي ليكم النهاردة: البيوت اللي ما فيهاش تغافل هي بيوت بتتهد من أقل ريح. لو دققتي مع جوزك على كل كلمة، ولو دققت مع أصحابك على كل غلطة، هتلاقي نفسك في الآخر لوحدك. زي ما ربنا بيسترنا في حاجات كتير وبيمحنا أخطائنا، جرب انت كمان تستر عيوب الناس بإنك تتغافل. غمض عينك شوية عن الحاجات اللي بتضايقك عشان تفتح قلبك للسكينة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. يومكم جميل ومليان سعة بال.